احلى اكله شعبيه ممكن تاكليها مع دودو ما شاء الله. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. النهارده هنعمل مع بعض اكل شعبي. ينفع غدا، ينفع فطار، ينفع عشاء، زي ما انت عاوزه. كله اكل بيتي، والله كله اكل بيتي. الطعميه بيتي، المخلل بيتي، الفول انا عاملاه هنا برضو في البيت. والعيش برضو معمول في البيت. ربنا يشفيها ماما، عاملاه وبعتهولي. آه، نشوف مع بعض هنعمل خطوات ازاي، خطوة خطوة. احنا استكفينا بالطعمية، كنا عايزين نعمل كمان قرص عجة بس قلت كده كفاية. طبعا انا عاملة قرص العجة على برضو قناتي، اللي حابب يشوفه، وعاملاه برضو صور في الشورتس. شكله جميل قوي وطعمه وريحته والله ما شاء الله. مش تنسي ان انت لو ما بتعمليه مرة هتعمليه كل يوم. والبتنجان ده طبعا انا جربته مرة ومن ساعتها وانا بعمله برضو على طول. آه، بس ونشوف مع بعض. بسم الله. اول خطوه معايا عايزين نعمل اكل شعبي ما شاء الله، احلى من اللحمه والفراخ. البتنجان ده بيعشقوا الملايين. بصراحه انا بعمله بطريقه احترافيه زي بتاعه الفول بتاع الراجل بتاع الفول والطعميه. انا جبت هنا نص كيلو بتنجان زي ما احنا شايفين كده. وقطعته كويس قوي وهملحه بالملح علشان ما يشربش زيت، وهسيبه شويه قبل ما نعمل الطعميه زي ما احنا شايفين كده. هركنه واجيب بقى اعمل الطعميه. بجيب معايا عجينه الطعميه، انا عاملاها هنا في البيت. معايا عجينه الطعميه زي ما احنا شايفين ومكوناتها الجميله اللي انا حاطه عليها العشبه اللي انا قلت لكم عليها في الفيديو بتاع الطعميه. هحط بيضه، سوري، هحط بيضه واقلبها كويس قوي. هحط بودر وشويه ملح بكزبره باودر. تحط قيمة معلقة ملح بكزبرة. طبعا بتحطي ذرة ملح وتقلبيها كويس قوي. انا هقلي نصها وهعمل النص التاني عجة بالبصل المحمر والبيض. هنشوف مع بعض. معايا على البوتاجاز هحط الباذنجان زي ما احنا شايفين كده. نخلي الزيت يقدح شوية علشان برضو ما يشربش الزيت. ده برضو من تركات الباذنجان زي ما احنا شايفين كده. وعلى العين التانية انا بشوي فلفل، بشويه. بعد ما بشويه بفتحه واحط عليه رشة ملح واعصر عليه ليمون. بصراحة لو عندك برد وكلت الاكلة دي البرد هيروح خالص. عندي هنا الليمون، عندي سوري الفلفل هقطعه واحطه في الكبة واعصر عليه ليمون علشان اسويه في الطاسة واعمله دقة للبتنجان، بس الدقة دي مختلفة عن اي دقة. بجيب الفلفل بقطعه واحطه في الكبة واعصر عليه ليمون وبهاراته. طبعا احنا لازم ندلع اكلنا، كنا احنا مسمين القناة دلعي اكلك مع دودو. الاكله دي جميله جدا جدا جدا. انا رحت مره اجيب طعميه من عند الراجل بتاع الفول والطعميه، كيس الفول ما يجيش لقمتين اتنين ب10 جنيه. كيس البتنجان يدوبك بتنجانه واحده عليها قرن فلفل، ما يجيش قرن فلفل، ب10 جنيه. كيس الطعميه ما عادش فيه طعميه دلوقتي، اقل طعمية واحده ب3 جنيه. عشان تجيبي كل فرد عندك طعمية بدك مثلا 30-40 جنيه. فانت ليه ميزانية كل يوم؟ فتعملي في البيت احسن واوفر واطعم وانضف، وتبقي عارفة حاجتك انت اللي عاملاها بايدك. لسه في خطوة تانية، هنجيب طماطمايه وهنقطعها بس لما ادي الفلفل اول تقليبة في الطاسة ان شاء الله. هنفرم بقى الفلفل. معايا البتنجان ابتدى يستوي اهو زي ما احنا شايفين، هطلعه. ومعايا الفلفل انشوى كويس قوي برضو هطلعه. ومعايا الطعمية انا عملتها صوابع زي ما احنا شايفين.
عشان اروح اجيب طعمية ما تاخدش لقمة واحدة 3 جنيه، ما تشبعش حتى طفل صغير. انا اعمل الحاجة في بيتي احسن واوفر. وعندي الفول اهو اللي انا عاملاه على القناة، ما شاء الله عليه جميل جدا جدا جدا. زي ما احنا شايفين انا مفرزاه لسه مطلعاه من الفريزر، لسه حتى فيه تلج شوية. هعلي النار على الطعمية عشان انا مهدية. عملنا الطعمية ما شاء الله عليها جميلة جدا 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 زي ما احنا شايفين كده. كمان بحمص عيش بلدي ما شاء الله. والدتي ربنا يشفيها يا رب بعتهولي، انا بحب العيش البلدي قوي، ربنا يشفيها يا رب، اللهم انت الشافي. حطيت الفلفل في طاسة على النار زي ما احنا شايفين كده. ضفت طماطم على الفلفل. طبعا هحط كمون لان البتنجان بصراحة عشق الكمون. الناس بقى اللي عشاق التوم ممكن يحطوا توم، لان احنا مش بنحب التوم صراحة. اللي بيحب التوم بيحط توم. افضل اسويهم كده وهعصر كمان ليمونة. حطيت كمون واحط كمان عصرة ليمونة زي ما احنا شايفين كده. ابتدت تستوي معايا، ابتدت الطماطم تلين وابتدت تستوي معايا. انا ما رضيتش احط زيت، هو المفروض ان انا احط زيت بس البتنجان طبعا مقلي في الزيت، فانا هرصه كده على الطاسه، هو هياخد كله من بعضه. كفايه انا الزيوت بقى عشان الزيوت بتتعب. هنزل بالبتنجان في الطاسه، هرصه كده في الطاسه وهسيبه شويه ساده زي ما احنا شايفين كده. هرصه كله هديهم تقليبه واحده. وانا هنا سبت كام واحده ساده. على فكرة الخلطة ريحتها طلعت، ريحتها جميلة قوي، الليمون مخلاها ما شاء الله. الكمون ده بقى عشق البتنجان. وادي الفول غلى معايا اهو ما شاء الله. عملنا مع بعض الاكل الجميل ده، اكل شعبي مش مكلف، مش فيه لحوم ولا فراخ، ينفع غدا. عملنا الفول هنا بالزيت والليمون ما شاء الله عليه جميل جدا، وحطينا عليه طحينه. طبعا الفول انا عاملاه على القناه زي القناه في الفيديو اللي عدى. عامله هنا فلفل بالليمون والملح. طبعا والله الطبق ده علاج البرد، لو اللي عندك برد او اي حد عنده برد الطبق ده مفيد جدا جدا جدا. عملنا البتنجان بالدقه وبتنجان ساده. عملت هنا الزيتون ده اللي انا عاملاه على القناه. والليمون ما شاء الله جميل جدا طعمه رائع. عملنا الطعميه برضو طعميه بيتي والله عاملاها في البيت. عملنا طبق خضره، طبق سلطه. ما شاء الله السفرة جميلة جدا جدا جدا. وده العيش البلدي اللي احنا حمصناه مع بعض. ونشوف مع بعض. يا ريت لو وصلنا لغاية هنا وعجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس امرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.